تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع ضد المغرب في نهائي بطولة أفريقيا. سيكون تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع ضد المغرب الليلة هو نفس تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مبارياته السابقة في البطولة بشكل تقريبي، ومن المنتظر ألا يجري الجهاز الفني لام المنتخب الأولمبي أي تعديلات جوهرية على تشكيل منتخب مصر الأولمبي. وسيكون تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع ضد المغرب كالتالي: حراسة المرمى: حمزة علاء. خط الدفاع: حاتم سكر ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد عيد. خط الوسط: أحمد عاطف قطة وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاتة. خط الهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل. معلق مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب الليلة. أعلنت إدارة قناة BN سبورتس أن عصام الشوالي سيكون معلق مباراة منتخب مصر ضد المغرب في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة. مرحبا بكم متابعين الكرام. في البداية ندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على إشارة الجرس ليأتيكم كل ما هو جديد في تقريرها التالي. التفاصيل الخاصة بمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة. وعلى الرغم من تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نهائيات دورة باريس الأولمبية 2024 مع منتخب المغرب، إلا أن المباراة لها أهمية خاصة لرغبة منتخب مصر الأولمبي في الاحتفاظ بلقب بطولة أفريقيا. ونستعرض كل ما يخص مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي بطولة أفريقيا، وتشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع. موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب. معلق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب، وحكم مباراة مصر الأولمبي ضد المغرب، وتفاصيل مباراة منتخب مصر الأولمبي لحظة بلحظة. توقيت مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي أفريقيا. سيكون موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة عند الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة، السعودية.